دونيس رسميا مدرب المنتخب. الإعلان الرسمي وصل، ومو بهذا الخبر المفرح لمنتخبنا بس، برضه اليوم كان في أخبار عن احتمالية غياب لامين عن مباراة منتخبنا بالمونديال. فإلى الآن الدنيا ماشية زي الحلاوة مع منتخبنا. لكن خلونا مع دونيس، أنا صراحة مع تعيينه لأن عمل ب4 أندية سعودية سابقة، فهو عارف كل نقطة تخص اللاعب المحلي، ولأنه عارف كيف يطلع أفضل نسخة لكثير من اللاعبين السعوديين مثل بريكان وعبد الله آل سالم اللي حقق أفضل معدل تهديفي بمسيرته رغم سنه المتقدم، واخرهم مراد هوساوي. وبرضه لانه مرن تكتيكيا، يعني دونيس مدرب هجومي بالاصل، لكن مع ذلك تشوفه يتعامل مع كل مباراة حسب التكتيك المناسب لها. ونقطة انه مدرب هجومي تهمني، لان منتخبنا محتاج هالنوع من المدربين، خصوصا ان عندنا ثلث هجومي محترم. منتخبنا ابد ما يناسب المدرب اللي يركن الباص، وشخصيا ما انتظر شيء كبير من دونيس بالمونديال لان الوقت ضيق، لكن انتظر تحقيق كاس اسيا بعد 8 شهور، خصوصا انها على ارضنا. عموما اعطونا رايكم بتعيين دونيس، ولا تنسون اللايك والمتابعة.